العيد قادر نكمل، وإلا سأتوقف يعني. أسأل الله لك الشفاء العاجل يا شيخنا الحبيب. اللهم آمين يا رب. الله يشافيك يا شيخ ويحفظك يا رب. والله هاي جلسة الكرسي جدا متعبة والله للظهر وللجسد كله حقيقة. الله يساعدك والله. الله يبارك فيك. اللهم آمين. لا، هو ما أعتقد، ممكن برد أو شيء، ما أدري تفسيري إلى الآن والله. تحدث لي من فترة إلى أخرى يعني. يلا لعل ممكن بعد مع الحوارات يعني يصير في نوع من النشاط ونرتاح إن شاء الله. الأخ أمين موجود اليوم ولا متعب كيف؟ طيب نشوف كده. طيب نبدأ يا هذا أخوان. كرم موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، حياك الله أخ محمد، أخ أبو آدم. وعليكم السلام، حياك الله أخي كرم. كيف حالك شيخ؟ حياك الله، الحمد لله. شيخ أنا بنزل عشان العدد. لا خليك موجود. هو وين أمين اليوم، ولا أخذ إذن ولا كيف؟ والله أمين قال لي إنه راح يضل في التعليقات. لا هلا يطلع، أنا أنزل هلا يطلع. لا خليكم موجودين، خليه يصعد. أبو آدم لا. ما بعرف، يمكن مثلا هو حاب يضل في التعليقات. هسه بشوفه شيخ. شوف إذا هو حاب ذلك أو متعب. طيب نبدأ نحن. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن مع إخواننا في أرض العزة يا ذا الجلال والعزة. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. وكن مع إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا البث المباشر الذي نستقبل فيه اتصالات غير المسلمين. رد عليك الأخ أمين يا كرم؟ لا والله يا شيخ ما زال. طيب يا إخوة، خلينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. رجاء يا إخوة، بما أنه أول البث فلازم نشد كثير في أول البث. خلينا نوصل 1,000,000 تكبيسة ونوصل 10,000 شير حتى ينتشر ويصل للآخرين. ورجاء اللي مش متابع صفحة الشيخ الرسمية يا ريت يتابعها، والصفحة اللي في القستات أيضا. والقادر على تحقيق الأهداف فليفعل حتى ينتشر أكثر. بارك الله فيكم. ورجاء يا مسلمين لا تطلبوا قسط. يا شيخ إذا ممكن تعدل هاي بس مكان ممنوع اتصالات المسلمين، تحطها فوق صورتي، لأن هي جاي في النص. لا بس ممكن ظاهرة عندك أنت هكذا. الآن صارت ظابطة. تمام يا إخواني، رجاء لا تطلبوا قسط. القسط فقط للنصارى والملحدين وغير المسلمين بشكل عام. نبلش ناخذ اتصالات شيخنا. إذا في نصارى خذ. إذا في نصراني يريد الحوار يكتب رقم 3 في التعليقات. المسلمين اللي طالبين قسط يا ريت يسحبوا القسط، وما تكتبوا رقم 3 يا مسلمين.
تفضل يا هشام، ما هو دينك؟ أنا بدي أسأل شيخ سؤال طيب شو واحد. دينك؟ طب بس جاوبنا شو دين. مسلم. اسمه هشام إخواننا شيخنا، مسلم صح؟ ايه مسلم. اخواننا المسلمين لو سمحتم ما تطلبوش كيستات من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. حيا الله وعليكم الأخ السلام. كرم، حيا الله الأخ محمد وكل الإخوة والأخوات اللي في البث. حياكم الله. حياك الله أخ أمين. يلا إذا في نصراني يريد الحوار يكتب رقم 3 في التعليقات، وأي مسلم يكتب رقم 3 سوف يكتم. لا إن شاء الله يا أخ كرم يلتزموا الإخوة بالحوار إن شاء الله وفي البث، وما بيطلبوا رقم 3 ما بيكتبوه بإذن الله تعالى، ويساعدونا بإذن الله تعالى. يا إخوة لما تكتبوا رقم 3 عم تعطلوا الدعوة وعم تأخرونا في الحوارات. جزاكم الله خيرا، ساعدونا في هذا الأمر، بارك الله فيكم. لو في نصراني عنده سؤال عن الإسلام أو يريد حوارا يكتب رقم 3. مرحبا يا شيخ. تفضل يا مشغول، ما هو دينك؟ والله شوف، هلا أنا ما عندي دين، تمام، بس يعني أنا صار لي مو ملحد، يعني فيك تقول مآمن بالإسلام تقريبا، بس فيك تقول وفيك تقول. الإخوة الذين يسألون في التعليقات أنا لست حزينا ولله الحمد، لكنني متعب، فأرجو منكم يعني الدعاء فقط. يعني الحمد لله لست حزينا. الله يهدي شوفونا بالك. إذا في نصراني يريد حوارا. اللهم آمين. النصارى الذين يريدون حوارا يكتبون رقم 3 في التعليقات. رجاء يا إخوة الكل يضغط ضغطة مطولة على الشاشة بنص الشاشة ويرسل البث لكل الأصدقاء، وانشروا البث على الستوري أيضا عن طريق زر السهم في أسفل الشاشة، ثم إضافة إلى القصة أو add to story إذا حسابك إذا هاتفك بالإنجليزي. نشوف فوزي. اللي عنده سؤال من النصارى يكتب رقم 3. تفضل يا مازن، ما هو دينك؟ لا تحرك بالتليفون خلاص. تفضل يا كريم، ما هو دينك؟ اسماء مسلم عالم. مسلم. طيب ليش تحط رقم 3؟ أعطيه كتم. ابشر يا شيخ. إخوانا المسلمين لو سمحتم لا تجبرونا على استخدام الكتم والحظر. قلنا رقم 3 لا يكتبه إلا غير المسلم.
هذا من اسمه مبين نصراني أو ملحد. تفضل يا هذا. ما تفضل يا شيخ. هاي جورج. جورج حسابك خاص، اعمل حسابك عام. شوفه في القستات يمكن طالب. القسات مش راضي تفتح عندي ما شاء الله من الضغط. أخ محمد فتحات عندك؟ كذاب هذا يا شيخ، الكاتب اسمه جورج. مسلم، بس مغير اسمه وصورته. طب ممكن تشيك على القستات تشوف في نصارى عندي بالتعليقات؟ ايه طبعا ان شاء الله. بما أنه يكذب فقم بحظره. هل يوجد نصراني عنده سؤال عن الإسلام أو قادر أن يتحدى الإسلام؟ الإسلام يتحدى الجميع، فهل من مجيب؟ لن تستطيعوا. جزاك الله خيرا يا أخ شاهين. نشوف هذا اعتقد نصراني راس الجست، هيك صورته تحت، ولا مالي حظ يا شيخ؟ هنشوف. تفضل يا متصل، ما هو دينك؟ أنا ما طلبت جيست، نزلني من المرة. انت طالب جست يا رجل. أخ محمد الحكاية يبدو أنها انحسمت معك. خالصة يا شيخ، ما في حظ. يلا يا نصارى أين أنتم؟ اكتبوا رقم 3 واطلعوا اثبتوا صحة دينكم. لا هذه صح دينكم، هذه يعني ما شيلها من صعبة جدا. قاموسك. خلينا نحفزهم، نقول لهم اللي عنده سؤال عن الإسلام. هم بيحبوا الشبهات وبيحبوا الأكاذيب ويحبوا التدليس، فنشجعهم بهذا. أما تقول النصراني تقول له يعني هذا دليل على صحة دينك، حينفر من البث تماما. يكفي اللي يا شيخ، عنده نشيد الانشاد موجود بكتاب، ايش هو لسه بيكون؟ هذا أكبر دليل على صحة دينه. أكبر دليل على صحة دينه عند جماعة الديسكوات والخمرجية، يعتبروا هذا دليل على صحته. اللي عنده تدليس على الإسلام يكتب رقم 3. خلينا نشوف هذا. تفضل يا دانيال، ما هو دينك؟ أنا مسيحي مصري. مسيحي إيش؟ مسيحي. صوتك قطع. إيش كنيستك؟ أنا مسيحي أرثوذكسي. تفضل يا تفضل. دقيقة بس شوي، لحظة. أنا متابع الشيخ. نعم. ثواني بس لحظة يا في وحدة كاتبة في التعليقات يا مشرفين: أنا مسيحية مش نصرانية، صعدني. فصعدوها لما تشوفوا تعليقها. تمام، راح ابحث عليها يا شيخ. تمام، هي قاعدة تكتب في التعليقات بس راح التعليق يعني. ارجعي اكتبي. دانيال. يا دانيال افتح المايك من تحت التعليقات. انت خرجت برا البرنامج. ارجع للبث يا دانيال. دانيال شكله راح يجيب الشبهة من جوجل، نسيها يا شيخ. نزل ده. ارجع اطلب قست. في واحد اسمه تادروس، طلعوا يا شيخ ولا نشوف اللي كتبت النصرانية هاي؟ شو حسابه وهمي؟ لا لا لا، مبين حساب حقيقي. خلنا نطلعه. طلع شوفوا شو اسمه هو. تادروس او تادرس. اقبل القست يا تادروس. يلا يا إخوة خلينا نشد في التكبيسات وفي المشاركات. ما زال التكبيس والمشاركات ضعيفة جدا. حاولوا تراقبوا تعليقها هذه اللي كاتبة ان هي مسيحية مش نصرانية ومش عارف ايش. راقبوا تعليقاتها. اكد من جديد اللي كتبتي هذا. نوركس جزاك الله خيرا. ما زالت تتعلق هذه البنت هذه النصرانية هذه؟ لا والله يا شيخ، بحثت عليها للأسف تعليقها فات مني.
مش مبينة والله شيخ، بلوز كتبت التعليق وراحت. هي لما سمعت ان حنصعدها راحت. إذا في نصراني يريد الحوار يكتب رقم 3 في التعليقات. هذا الشيء اللي كان صعد قبل قليل، هذا اذا موجود صعدوه من جديد. نشوف هذا. تفضل، ما هو دينك؟ الو، ألو، ما هو دينك؟ انا لا ديني، انا كنت مسلم بس هسه لا ديني. شو شيخ، نفتح القفص ولا شو الوضع؟ امشي يا كذاب، هذا مرشوم من صوته. امشي، صوت الرشم هذا اللي صاعد. واحد كذاب قسيس خليه يرشمك كمان مرة. مرشوم نصراني 100%. الكذاب عشان يتهرب من كتابه. وين راح هو الكتاب شوف، عشان يتهرب من كتابه يقول عن نفسه انه هو لا دين. يتهرب كي يتهرب من ما يوجد من كوارث في هذا الكتاب بتاع النصارى. ايوه هي هذه تقريبا، اسمها لما اظن ولا شيء. بين تعليقها شيخ؟ واحد اعطاها الان القس، مش عارف واحد منكم اعطاها. ايمن، المشرف ايمن اعطاها. يلا اقبلي اللي نصرانيه اللي تقول لك صاعدني ما صاعدني. اعطوك المشرفين القس. ما لك شيء حجه الان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أعتقد مشاركة من قبل يا شيخنا. اقبلي الجاست يا لانا. لانا ولا لاما هي اسمها، مش عارف ركزت. لاما نعم لاما. يا أحمد خولي اللي تقول بالتعليقات أنه لدي صديقي مسيحي، إذا هو بجنبك أخي اكتب رقم 9. إذا مش جنبك ما تطلبش قسط، لازم يكون جنبك يعني. شوف إلى الآن تتهرب، يعطوها القسط وترفض، بعدين تكتب لك في التعليقات أنا مسيحية ساعدني. أعتقد أنه أعطيناها فرصة مرة يا شيخ وطلعت مش نصرانية، هذا اللي أتذكره والله أعلم. تفضل مساء يا الخير يا شيخ.